سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله تلقاكم الفيديو تاع نهار اليوم كامل بخير. جيتكم فيديو جديد. شاركت معاكم الوصفه تاع طاجين الشيفلور، ان شاء الله يعجبكم. واذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ما تنساوناش بجام وكومنتير والاشتراك في القناه، ودركا بقاو معايا باش تشوفوا الفيديو كامل تفاصيل. اول حاجه انا هنا بديت بيها هي جبت حبه تاع بصل تكون الموين، وزدت واحده معاها صغيره. هنايا انا سكرفشتهم، راني حابه البصل تاعي يكون رقيق. شوفوا، وتقدروا تسكرفجوه. هنايا بعد ما سكرفشتو انا هنايا راح ندير صوص بيضة بالحميصه. بعد ما حطيت البصل جبت ربطه تاع معدنوس، قطعتها رقيق وزدتها له. بعد جبت الحمص كما راكم تشوفوا، وزيدي معاه شويه دجاج باش يعطيلك البنه، يعني بلي طبق بالدجاج كما راكم تشوفوا. وبالنسبه للتوابل انا هنا درت راس الحانوت معروف صغيره، وزدت معاها شويه تاع حرور كما راكم تشوفوا، وزدت ثاني شويه تاع كركم باسكو اني حابه الصوص تاعي تجي شويه صفراء. ومن بعد زدت ثاني الفلفل معروف صغيره تاع فلفل كما راكم تشوفوا. هذا هما يعني وصفه سهله. وزدت شويه تاع كمون. وهنايا جبت زوج فصوص تاع ثوم زدتهم. كما راكم تشوفوا. من بعد زدت انا هنا درت عيني ميزاني تاع زيت، زدت قيس زوج مغارف كبار تاع زيت، وزدت الملح. من بعد حطيته على نار تكون قليله وخليته يتقلى باش كل حاجه دير البنه تاعها. تبقاي تحركي فيه حتى يتقلى بيان وداك البصل كامل يذوب. من بعد انا كنت دايره الماء يسخن، يعني تمرقيه ماء سخون باش يبدا الطياب تاعو ديريكت، باش ما يبقاش يعاود يسخن. ومن بعد غلقت عليه وخليته يطيب. حاجه واحده اخرى، انا هنا جبت الاشوار ثاني كرحيت الدجاج. انا هنا يعني راح ندير هذوك البولات، انا درتهم هنا بالدجاج وشيفلور وشويه تاع رز راكم تشوفوا كما راكم تشوفوا. انا هنا قطعته رقيق. من بعد انا هنايا جبت حبه تاع شيفلور كانت صغيره، رحيتها ثانيك بعد ما غسلتها نقيتها. وكما تقدروا تسكرفجوه، المهم يترحى لكم رقيق وما يبانش. هنا جبت ريسيبيون واحد اخر وخلطت فيه كامل المكونات اللي كنت رحيتهم. جبت الدجاج، من بعد زدت عليه. من بعد انا هنا كما قلت لكم زدت الكميه تاع الشيفلور. بالنسبه اللي ما يحبش الشيفلور هنا القو تاعو كامل ما يبانش. وهنايا زدت جبت كميه رز انا كنت غليته. بالنسبه للرز اختياري، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروهش. وزدت هنايا شويه تاع معدنوس كنت قطعته رقيق. ومن بعد زدت زوج فصوص تاع ثوم مسكرفتين. ومن بعد زدت له الحبه تاع بيض، حبه تاع بيض باش الكرات تاعنا ما يتفتحولناش في المرقه كما راكم تشوفوا. هذه الوصفه بزاف سهله وتجي بزاف بنينه. هنايا حطيت كامل المكونات. من بعد بديت نتبل فيها. درت هنايا مغرف كبيره تاع شابلو باش يخليه لنا طري من الداخل. وزدت له مغرف صغيره تاع راس الحانوت.
كما راكم تشوفوا. زدت له ثاني كمورف صغيرة تاع فلفل، وزدت له الملح بيان سور. بالنسبة للتوابل اختيارية، نتوما واش تحبوا. زدت له شوية كمون. من بعد خلطتهم كامل، بديت نجمع في المكونات تاعنا. كما راكم تشوفوا. هنايا تخدميها بيدك باش كامل هذوك المكونات يدخلوا في بعضهم. كما راكم تشوفوا. وهنايا بديت نشكل فيهم كرات تكون صغيرة، انا ما حبيتهمش كبار باش يجوا شابين ويجوا مطبوعين في الطبسي تاعنا. كما راكم تشوفوا كملت كامل الكرات توعي، شكلتهم كما هك. من بعد باش نزيدهم للمرقة، يعني يطيبوا مع المرقة ديريكت. هذا هما الكرات توعي بعد ما شكلتهم كما راكم تشوفوا. من بعد ما المرقة تاعنا بدات تغلي، نحط فيها الكرات وما تخافوش عليهم ما ينفتحوش باسكو ديجا رانا دايرين البيض. هذو الكرات يعني ما قليتهم، ما درت لهم والو، درتهم ديريكت. شوفوا كيفاش ولا. هذا هو الطبق تاع نهار اليوم. انا هنا جيت باش نحط كما راكم تشوفوا. بالنسبه للتزيين ولا التقديم اختياري، كل واحد كيفاش يحب. وهذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ما تنساوناش بجام وكومنتار والاشتراك في القناه باش يلحقكم كامل الجديد. ودركا ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم. كانت معكم احلام من قناه احلام تيفي، ونتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.